هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. أحييكم في 18 من إبريل ونرافقكم على مدى ساعة. أنا أمل علي وزميلي جمال عثمان همد نقدم لكم في البداية نشرة للأخبار، ومن ثم يحدثنا جمال عن موضوع مهم. أهلا بك جمال. مرحب أمان، وموضوعنا المهم هذا المساء سيكون حول الهروب الدرامي كما وصفته جهات حزبية في أسمرة للقنصل السابق في مدينة ميلبورن الأسترالية السيد بشير إدريس نور الذي يتواجد الآن في أستراليا. نعم، سنعود بالتفصيل إلى هذا الحدث، وأيضا أعزائي المستمعين سنتناول في خلال هذه الساعة معاناة أهلنا اللاجئين في اليمن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتحول وضعهم إلى وضع مأساوي يستدعي الانتباه والمساعدة العاجلة. تتخلل الفقرات منوعات غنائية متنوعة، ولكن نبدأ معكم كالعادة بالأخبار.
صبر صدر. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: انقطاع المخصصات المالية لأمهات الشهداء ل4 أشهر متتالية. وزارة الدفاع الإريترية تحصن دفاعاتها بمنطقتي بدا وتارونا على الحدود مع إثيوبيا. والطاغية سياس أفورقي يقوم بتنحية مسؤول الورشة الصناعية للحكومة. السلطات في إريتريا تعتقل القسيس إنيو أدراجو بعد عودته من كسلا إلى أرض الوطن. تفاصيل الأخبار. منذ 4 أشهر وأمهات الشهداء يترددن على إدارة الأقاليم في حالة أشبه بالاستجداء في أمل الحصول على مساعدة مالية تعنيهن على مجابهة ضرورات الحياة من أكل وشرب وإيجار منزل. فواقع الحال يشير إلى أن أمهات الشهداء ولأشهر خلت كن يسرن جيئة وذهابا بأجساد منهكة ويرجعن دون أن يحصلن على أي مبلغ مالي. وجراء هذا الوضع تلقت بعض من أمهات الشهداء رسائل من مالكي المنازل بأنهن سيتعرضن لإخلاء مساكنهن لعدم قدرتهن على تسديد الإيجار الشهري. وبالفعل طالت بعضهن هذه المعاملة وتم طردهن من المنازل التي كن يسكن فيها. أما أمهات الشهداء في المدن استلمن كذلك تنبيهات خطية بقطع إمدادات الكهرباء والماء عن المساكن، وبعضهن قد نفذ عليهن ذلك بشكل عملي وقطعت عنهم الماء والكهرباء. ولا تتوقف معاناة أمهات الشهداء على هذا، بل تشمل مسألة الغذاء اليومي. فانقطاع المساعدة المالية المخصصة لهن دام 4 أشهر على التوالي، فأصبحن يعتمدن على الإعاشة على تقاسم لقمة العيش مع الآخرين، علما أن غالبية الشعب الإريتري وجراء انسداد بيئة العمل والإتجار والاستثمار وازدياد سياسات عسكرة المجتمع يعتمد في غالبه على رواتب أبنائه بقوات الدفاع التي بدورها انقطعت عن أغلب أفرادها منذ 4 أشهر. ويتساءل البعض بمرارة أين ذهبت المبالغ المالية التي يجمعها جهاز رعاية أمهات وآباء وأبناء الشهداء، خاصة وأنها جمعت بحيث توضع في البنك وتقدم شهريا لأسر الشهداء. والردود التي تقول بقلة ندرة السيولة في البنك لم تعد تفيد أمهات الشهداء، فهن يعانين الأمرين: فقد الأبناء وانعدام الحياة الكريمة التي استشهدوا من أجلها. يذكر أن إحدى أمهات الشهداء كانت قد أشارت في مقابلة إذاعية أجريت معها في السنوات الأولى من التحرير عقب إبلاغها بنبأ استشهاد أبنائها، قالت: إنني لن أبكي أبنائي اليوم لأنهم استشهدوا ليحيى الوطن للجميع، ولكنني سأبكيهم إذا تحول الوطن الذي استشهدوا من أجله لمصلحة مجموعة قليلة. ينخرط أفراد قوات الدفاع الإريترية بوتيرة مكثفة ومرهقة في تحصين وتعزيز الدفاعات القديمة وتوسيع خنادق جديدة وتقويتها بالأخشاب والأحجار. في الوقت الذي غادر فيه عدد كبير من أفراد قوات الدفاع وحداته عابرا الحدود إلى إثيوبيا في شكل مجموعات وأفراد متذمرين من العبث المستمر الذي تزجهم فيه الحكومة. وقد شملت ظاهرة الانشقاق عن أعمال السخرة والعسكرة أعضاء مؤسسة البحر الأحمر الذين جاءوا إلى مناطق الحدود لحفر الخنادق عبر آلياتهم، إذ أكدت مصادر المنتدى أن عددا منهم قد ترك آليات الحفر متوجها إلى معسكرات اللجوء في إثيوبيا. وفي محاولة لاحتواء ظاهرة الهروب، عقدت القيادة العسكرية بالمنطقة الجنوبية في إريتريا اجتماعات متكررة شرحت فيها أسباب تحصين الدفاعات ليس بهدف الحرب بل للاستعداد للاحتمالات كافة، في حديث مغاير عن التعبئة التي كانت في الاجتماعات السابقة. واستمرت إلى جانب ذلك عمليات خلط الوحدات وتنقلاتها. ولكن تضارب الخطاب والتدابير التي يشهدها الأعضاء على أرض الواقع مجمل كل ذلك دفع العديد من أفراد قوات الدفاع الإريترية إلى عبور الحدود إلى إثيوبيا. وإريتريا في ظل سياسة حكومة الاستبداد تعاني من نفاذ حاد في المواد الضرورية للحياة، فمنذ فترة ليست بالقصيرة أصبح السودان الرئة الوحيدة التي تتنفس فيها إريتريا في ظل نظام الدكتاتور.
فكل الحدود مع جيبوتي وإثيوبيا تحولت إلى خنادق للموت وجدر سميكة أعدمت فيها المنافع الحياتية وتبادل المصالح. ومع تراكم سنوات القطيعة أصبحت إريتريا أكثر معاناة من خلال ندرة المواد الأولية الضرورية للإنسان كالحبوب والدواء والوقود والبنزين والزيت، فهذه المواد كانت تصل البلاد عبر التهريب وتباع عبر السوق السوداء، وارتفعت أسعارها بدرجة كبيرة وغدت فوق الاحتمال، فضلا عن صعوبة الحصول عليها حتى في السوق السوداء، وناهيك عن سيارات المواطنين التي توقفت تماما عن العمل حتى سيارات الحكومة التي تعمل في استثمارات المواصلات الشعبية. فالحكومة استولت على البنزين الذي دخل إلى البلاد عن طريق التهريب إلى تسني وصادرته بهدف استخدامه في أولويات أجهزتها الأمنية والعسكرية. وعلى صعيد ذات صلة وثيقة بهذه الأزمة، شددت الحكومة السودانية من مراقبتها لعمليات تهريب البنزين من السودان، حيث تمكنت قوى من الشرطة السودانية لمكافحة التهريب من إيقاف شاحنتين محملتين بالوقود في طريقهما إلى إريتريا. وهذا على الصعيد الإنساني أيضا يقاسي المواطن من انعدام حقيقي للكثير من الأدوية على المستوى الوطني بأكمله، ونتيجة لهذا أصبحت نسبة الوفيات في تزايد مستمر. علمت مصادرنا بأن السيد والدو بايري مسؤول الورشة الصناعية التابعة للحكومة قد تمت تنحيته من مهامه ضمن مسلسل الاعتقالات والإعفاءات التي طالت الأسبوع الماضي مجموعة ضخمة من أفراد أسطول سيارات المواصلات الذي تستثمر فيه الحكومة. ويعرف السيد والدو بأنه اليد اليمنى للرئيس في هذا القطاع، فهذه الورشة الصناعية هامة بالنسبة للحكومة، خاصة إذا علمنا أن البلاد تتحكم في اقتصادياته مؤسسات تسمى بالحكومية، ولكنها في حقيقة الأمر تابعة لإدارة الرئيس الذي يفعل فيها ما شاء. فالسيد والدو قد تم تعيينه من قبل الرئيس وعمل لمدة طويلة في هذا القطاع، وعندما أصبحت سيرة الثراء الفاحش والفساد شائعة بين أفراد الورشة الصناعية قرر الرئيس التضحية به متهما إياه بتسريب أسرار المؤسسة. هذا وقد أشارت مصادرنا بأن الرئيس اعتاد على هكذا مسرحيات لإلهاء الشعب بحصر مفهوم الفساد في هكذا صغائر، بينما الفساد الأكبر يمسك به بنفسه عبر مصادرته إرادة المجتمع، وهو ديدا كل النظم الديكتاتورية التي تمارس قمة الفساد السياسي باحتكارها القرار الوطني وتوهم البسطاء من الشعب بهكذا تدابير. أفادت مصادر المنتدى من إريتريا أن الحكومة اعتقلت في مساء 14 من هذا الشهر القسيس أباغاشي إنيو أدراجو، هذا ويعرف عن السيد أباغاشي خدمته كأب روحي في الكنائس المسيحية المصرية في كل من إريتريا وإثيوبيا والسودان. وكان الأب يقدم خدمات ومساعدات حقيقية بتفان وإخلاص للاجئين الإريتريين والإثيوبيين من خلال زيارته لمعسكرات اللجوء والسجون. وقد اعتقلته السلطات الإريترية بعد عودته إلى إريتريا عقب مشاركته في احتفال ديني في مدينة كسلا، ولم يعرف حتى الآن أسباب اعتقاله، وهي العادة التي درجت عليها سياسات النظام القمعي الحاكم في إريتريا عند اختطافها لأي مواطن، ثم تقوم بنسج رواية بعد اعتقاله تصنعها في مشهد هي فيه الخصم والحكم. هذا ويعرف عن المجموعة الحاكمة في أسمرة ومنذ استيلائها على السلطة في مطلع التسعينات بأنها دائما تقوم باعتقالات واسعة في أوساط رجال الدين الإسلامي والمسيحي دون أي حجج، وتزج بهم في السجون دون محاكمة. ومن أشهر هذه الاعتقالات التي طالت عدد كبير من طلاب أساتذة المعاهد الدينية في إريتريا في بداية التسعينات، وهم ما يعرفون بمعتقلي 14 من إبريل. نهاية النشرة. عودة مرة أخرى أعزائي المستمعين إلى فقرة ساعة المنتدى لهذا المساء، ونبدأها
معا أنا وزميلي جمال، وسنبدأ بالحديث عن حدث مهم وهو هروب القنصل الإريتري بشير إدريس نور. حدثنا بمزيد من التفصيل أستاذ جمال عن هذه الحادثة ودلالتها على صعيد يعني الحدث الحكومي في الداخل وفي الخارج أيضا. نعم، السيد بشير إدريس نور من المهم جدا أن يعرف المستمع الكريم أنه دونا عن كل القناصل الإريتريين وخلافا لكل الأعراف المرعية، يعني مارس مهام قنصلية لفترة تزيد على 12 أو 13 سنة في مدينة ميلبورن الأسترالية، وهي ذات الكثافة العالية للجالية الإريترية المعارضة في أغلبيتها للنظام القائم في إريتريا. نعم. ثانيا، بشير إدريس نور يعتبر أول عمل قام به سياسيا ودبلوماسيا كان في هذه المدينة، وقد لعب دورا كبيرا في الحشد للمهرجان السنوي الذي كان تنظمه أو كان ينظمه الحزب الحاكم، واستضاف عدد من قيادات العصبة الدموية في أسمرة. هذا المهرجان توقف مع انتهاء قدمات بشير إدريس نور في هذه المدينة. نعم. هذا يعني أنه الرجل له قدرات تنظيمية وقدرات لحشد الناس خلف هذا المهرجان، بدليل أنه مع انسحابه هو فشل المهرجان وتوقف تقريبا لمدة عام أو عامين، وعقد خلال هذا العام وكان باهتا رغم وجود السفير الإريتري المخضرم والكبير جيرما أسمروم. إذن بشير إدريس نور يعتبر يعني حلقة مهمة من حلقات العمل الخارجي الإريتري. هذا جانب آخر، بشير إدريس نور شاب في مقتبل العمر تقريبا، وقد هرب بشكل درامي بعد يعني سلسلة من الإجراءات التي يعتقد، وهذا ما لم نتأكد منه، أنه لا يمكن أن تتم بتدبير شخص واحد، بل إنما هناك أكثر من جهة ساهمت في تدبير هذا الأمر. نعم. بالتفصيل أو بقليل من التفصيل يمكن القول أن بشير إدريس نور كان يستخدم سيارة السفير الإريتري المسمى لدى الخرطوم، والذي لم يمارس مهامه في العاصمة السودانية، وهو السيد سليمان الحاج. وبالتالي في أواسط القوى الأمنية المراقبة لحركات مثل هؤلاء مثل بشير الكادر الحزبي، كان مطمئنين لأنه يستخدم هذه السيارة بالشكل الطبيعي، وهي التي استخدمها للوصول إلى مدينة تسني وتركها هناك لا يدخل بطريقة ما غير مفهومة حتى الآن لمدينة كسلا، ومن ثم يغادرها إلى الخرطوم ووصولا إلى القاهرة، والتي منها جاء إلى ميلبورن، ومعروف أنه في مدينة ميلبورن تعيش أسرته هنا. نعم. الأوساط الحزبية تتحدث في أسمرة عن أنه بشير تم مضايقته من قبل مكتب الرئيس، ويبدو أنه استنفذ أغراضه وبالتالي تم التخلص منه. دليلهم على ذلك أنه بعد سحبه من أستراليا أخضع لعدد من التحقيقات وتم على إجراء سجنه لعدة أسابيع أو ل3 أسابيع أو أكثر، وثم إطلاق سراحه. تم سجنه في معتقل تابع لمكتب الرئيس مباشرة وبأمر من الفريق فيليبوس. هذا الأمر يبدو أنه الرجل الذي كان يحس أنه قدم خدمات جليلة للحكومة الإريترية، وهذا على حسب أحاديثه في بعض المجالس، يعامل بمثل هذه المعاملة التي كان يتوقع معاملة معاكسة لها، وهي تعيينه كسفير في أي بلد عربي أو في أي بلد أوروبي. هذا الأمر يبدو أنه دفع بشير للهروب من البلاد. بشير إدريس نور ليس له ميزات يعني كثيرة تميزه عن الآخرين، سوى
ما تحدثنا عنه هو عملية التنظيم والجمع والحشد وإلى آخره. نعم. ولكن نستطيع القول أنه خلال وجوده في أستراليا يعني عمل نقلة نوعية لتنظيم هذا المهرجان وبذل جهد لإنجاحه. هذا ما يمكن يعني بقليل من التفصيل الحديث عن هذه الشخصية. نعم. التي توصف في بعض المجالس الحزبية في أسمرة بأنها مثيرة يعني. نعم، يعني بالفعل هروب مثير، ورغم أننا يعني عهدناه جمال من هذه الحكومة، يعني يبدو أن هناك الكثير من الكوادر التي تعطى الصلاحيات وتبدو كأنها مزدهرة وتمثل النظام وتخدمه بشكل يعني قوي وفعال، وتتحدى أيضا يعني على العلن يعني سياساته بأنه يعني تظهر بأنه يعني نظام جيد وغيره، ومن ثم فجأة يتحول المشهد إلى أنها تكون متورطة مع هذا النظام. يعني هذا أسلوب عهدناه من حكومة أسمرة، ويبدو أنه يتكرر دائما، ويبدو أن مسألة الهروب يعني أصبحت زي تقليد متبع في الأوساط السياسية الإريترية عموما. نعم جمال. يبدو أنه أمال الجميع في محطة الانتظار تمهيدا للهروب، والجميع هو يعني في انتظار اللحظة المناسبة، كما ده بالنسبة لعدد كبير من الكادر الحزبي والدبلوماسي والسياسي الموجود داخل أسمرة. كما إن العصبة يبدو أنه في بعض الأحيان لا يعنيها أن يحرق فلان أو علان، بدليل أنها تضع له الحبل على الجرار، وبالتالي تسمح له بالخروج، لأنه قد يكون ليس مفيدا لها في هذه الفترة. نعم. فائدته تقريبا حسب وجهة نظره قد تم استخلاصها، وبالتالي لا شيء يمنع من أن تفتح له الطريق الآمن للهروب. نعم. حتى وإن سلك يعني وإن شابت يعني خروجه بعض الحركات التي تبدو في الظاهر درامية. نعم. عموما على ذكر السفراء، هناك عدد من السفراء والقناصل والمستشارين التابعين اللي كانوا يشتغلوا في فترات في سفارات النظام في عدد من الدول، الآن هم أمال في حالة انتظار، وحالة بيسموها في إريتريا وهي حالة فريدة اللي هي حالة الميدسكال. إذا تمت ترجمتها بالعربية ستبدو كلمة بائسة وليست يعني مستساغة، وهي تعطيل الإنسان من العمل لعدة شهور أو قد تستمر عدة سنوات. وهؤلاء السفراء قدموا أعمال جيدة حسب وجهة نظرهم هم لحكومتهم أو للعصبة. هؤلاء الناس يقضون الساعات الطوال في مجالس للأنس في بعض الفنادق داخل أسمرة. هؤلاء الناس محتمل إذا وجدوا الفرصة المناسبة أن يعني يخلصوا أنفسهم ويهربوا. نعم. نعم، يعني هذا كله يصب دائما وفي نهاية الأمر في الممارسات التي تدفع، يعني ممارسة النظام التي تدفع بالكل إلى الهرب وإلى تشويه يعني سمعة يعني التعامل الدبلوماسي على مستوى الدول. هناك كما قلت الكثير من الدبلوماسيين وغيرهم من فر من البلاد. عموما سنعود لمتابعة ساعة هذا اليوم أعزائي المستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل. صوت المنتدى. عودة مرة أخرى أعزائي المستمعين إلى فقرات منتدى السبت. والآن أعزائي المستمعين سنتناول موضوع مهم وآني وإنساني، وهو أوضاع اللاجئين الإريتريين في اليمن.
بالرغم من أن الوضع المأساوي وانقطاع يعني الاتصالات مع اللاجئين، وليس هناك معلومات دقيقة وكافية، ولكننا على حسب ما رصدنا هناك آلاف من الإريتريين عالقين في مناطق غير آمنة جمال في اليمن، في صنعاء وفي تعز وفي مدينة الخوخة. هناك 800 لاجئ في حاجة ماسة إلى الطعام والغذاء. أيضا يقال هناك يعني الكثيرين الذين يحاولون الخروج ولكن لا يمتلكون يعني وسائل مثل المال، يعني حتى لو أرادوا الخروج عن طريق التهريب بالقوارب وغيره. هذا وضع مأساوي جدا. أضف إلى ذلك أن يعني مفوضية اللاجئين ال UNHCR تجلي معظم اللاجئين من دول الجوار بالتعاون مع حكوماتهم. الوضع بالنسبة للاجئ الإريتري جدا صعب واستثنائي بحكم أنه فاري من هذه الحكومة ولا تعمل على إجلائه والتعامل معه كرعاية لحكومة يعني تهتم بإنسانها. جمال، هذا موضوع أحببنا نحن رغم كما قلت قلة المعلومة أن نعكس الضوء عليه من خلال صوت المنتدى، لنعلي صوتنا للفت الانتباه والعمل من خلال الناشطين، من خلال المنظمات، من كل من يستطيع المساعدة في هذا المجال لدعم اللاجئين الإريتريين في اليمن. جمال. نعم أمال، اللاجئ الإريتري في كل مكان مأساته مختلفة عن كل لاجئي العالم. نعم. فهو يعني عندما تندلع الحروب فتزيد المأساة مأساة أخرى. هذا يذكرنا بما حدث أيضا في ليبيا عندما أجت الدول رعاياها. نعم. والمنظمات الكبرى أجت الأجانب. الإريتريين تركوا لحالهم. بالضبط. والسفير الإريتري اللي كان موجود هناك هرب برا دون أن يلقي حتى نظرة على اللاجئين الإريتريين، وبالتالي عن طريق جهدهم الخاص وبعلاقاتهم وكانوا يمتلكون بعض المال ووصلوا إلى تونس. ثم بعد ذلك عندما حدثت المأساة والاصطدام بينه وبين اللاجئين السودانيين التفت إليهم العالم والتفتت إليهم المنظمات واستطاعوا إجلاء عدد منهم. الآن في اليمن تتكرر نفس المأساة بطريقة درامية أكبر. نعم. لأنه قبل الأحداث بتاع اليمن كان هناك مشكلة كبرى للاجئين الإريتريين الذين تركوا في قارعة الطريق، وتداعت الجماعات الإريترية والشباب الإريتري لإيصال يعني لإيصال أبسط مقومات يعني الحياة. نعم. لهم نعم. من أغطية وماء شرب وأكل. نعم. وأدوية وحليب أطفال. وقبل أن تحل المشكلة التي أدت بهم إلى أن يكونوا في قارعة الطريق اندلعت حرب في اليمن. نعم. وبالتالي وضع الإريتريين هناك سيكون وضع أصعب من الجميع، خاصة وهم كما أنت قلتي لا غطاء سياسي لهم، ليسوا مسجلين جميعا. هم يعتبروا كمتسللين في اليمن، متسللين إلى اليمن عن طرق غير شرعية للتسلل إلى المملكة العربية السعودية وغيرها. ثم هم والإثيوبيين والصوماليين يعاملون معاملة واحدة، رغم أن الصوماليين إلى حد ما وضعهم أفضل. عموما هؤلاء الناس الآن في وضع لا يحسدون عليه، خاصة وأن الحكومة الإريترية في ورطتها الآن من الموقف الإقليمي وكعادتها سوف لا تلقي بالا عليهم ولا تسمي أن هناك إريتريين عالقين سواء كانوا لاجئين أو متسللين أو أي شكل من أشكال الوجود الإريتري في اليمن. على النشطاء في أوروبا الآن على الأقل الحركة السريعة من أجل فقط لفت المنظمات الدولية لإجلاء هؤلاء الناس. وهؤلاء اللاجئين ليسوا بالعدد الكبير الذي يمكن أن يحير، ولكن على الأقل إجلاءهم من اليمن للمملكة العربية السعودية ليكونوا في مكان آمن. هم على العدد قليل مقارنة باللجوء الإريتري في السودان وإثيوبيا، وبالتالي يمكن نقلهم بسهولة. ولكن المأساة أنه العدد الأكبر منهم أيضا لا يحمل البطاقات التي يعني تشير إلى أنه لاجئ أو إلى أنه يحمل الجنسية الإريترية. هذه مأساة ثانية.
والدول والمنظمات أحيانا أمال بيتعاملوا بالأوراق، يعني الإنسان يتحول إلى دائما رقم وأوراق وإلى بالتأكيد. آخره. هذه مأساة يعني حقيقية. نعم. علينا الآن على الأقل تكثيف الجهود من أجل لفت النظر العالم كمرحلة أولى لمأساة هؤلاء الناس، أيضا على المعارضة الإريترية الموجودة في أديس أبابا والتي لها علاقات كما اتصالات. اتصالات على الأقل بالحكومة الإثيوبية، أن تبذل جهدها مع أديس أبابا لحماية هؤلاء الناس على الأقل، إذا ما تم نقلهم لأي مكان آخر، لكن حمايتهم بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية. أعتقد الحكومة الإثيوبية وضعها في اليمن ووضعها الإقليمي أفضل بكثير، وتستطيع أن تفعل ما يمكن فعله لهؤلاء الناس. هذا إذا اعتبرنا أنه يعني حتى الآن لم يصدر أي شيء من المعارضة الإريترية للإشارة إلى هؤلاء الناس، ودي مأساة أخرى، سوى بعض التنظيمات التي تتحدث باسم العفر تحدثت قليلا عن هؤلاء، وكما قلت أنه قلة المعلومات هي التي يعني تقف نعم. يعني حجر عثرة الآن على الأقل لإيضاح وتقديم الصورة الحقيقية للوجود الإريتري اللاجئ في اليمن. أمال. نعم. بالتأكيد جمال، يعني هذه إضاءة كانت مهمة. أريد أيضا أن أؤكد على يعني حقيقة أخرى، وأن عدد كبير أيضا من هؤلاء اللاجئين لليمن هم فارين من قوات الدفاع الإريترية، ويقال أن هناك عدد كبير يعني فر بأسلحته وغيره. هناك حساسية للوضع، يعني هؤلاء الأشخاص يعني مصابين برعبين، يعني رعب الحكومة التي فروا منها في أسمرة، ورعب أن هناك من قد لا يتفهمهم، وقد كما قلت تصبغ عليهم صفة المرتزقة وغيره. يعني هناك وضع معقد جدا ويسترعي يعني الانتباه والتعامل معه بدقة وحساسية شديدة. جمال، إضافة إلى ذلك يعني أريد أن أشيد ببعض المبادرات الفردية أو لمجموعات قليلة تقوم بمحاولة إيصال يعني مواد غذائية في الوقت السابق وألبسة وغيره، ولكن لحساسية الوضع الآن في اليمن، ولأن الوضع الأمني غير مستقر ولا يمكن الوصول إلى هؤلاء، يعني نناشد نحن بالتنسيق مع كل القوى، ونحن هنا في صوت المنتدى سنمد يدنا لكل من له يعني طريقة أو معلومة لإيصال هذه المساعدات والتنسيق بشكل يعني رسمي، لتكون حملة مساعدة اللاجئين في اليمن يعني أكثر فعالية. فنحن نرحب بكل من له يعني الرغبة في المساعدة، وبكل من يعني نظم نفسه لمساعدة هؤلاء اللاجئين لإيصالها بشكل رسمي يعني إلى هؤلاء اللاجئين. جمال، كما ذكرت أيضا يعني هذه أوضاع متكررة لا أزيد عليها، يعني أصبحنا كلنا جميعا نعرفها، يبقى العمل على الأرض والحل لهذه الأمور. تفضل جمال. نعم، هناك شيء آخر أمال، وهو مربوط بالسياسات الإريترية الرسمية تجاه يعني الأوضاع في اليمن وموقفها من التحالف القائم هناك. أخشى ما أخشاه أن يدفع اللاجئين الإريتريين ثمن هذه المواقف. نعم. التي ليسوا جزءا منها ولا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. اليمن الآن يعيش في حالة أشبه بالفوضى، السلاح في كل مكان والميليشيات في كل مكان. فأخشى أنه البعض من هذه الأطراف اليمنية أن يعني تتعامل بردود أفعال يعني تجاه هؤلاء. نعم. انتقاما من حكومتهم. بالضبط. وحكومتهم طبعا هي ما جايبة خبرهم، وبالتالي على الأقل يعني في هذه الفترة تكثيف الجهد لإيصال رسالة إلى الحكومة الشرعية في اليمن، أو ما يسمى بالحكومة الشرعية على كل حال، يعني إنه هؤلاء اللاجئين هم وجودهم في اليمن هو نتيجة لمأساة أمنية وسياسية عانوا منها، وبالتالي دفعتهم لهذا الوضع. وبالتالي حمايتهم ورعايتهم، على الأقل حمايتهم الآن، هي جزء من مسؤولية الحكومة اليمنية
التي يقودها الرئيس هادي على الأقل، وأنه هم ليسوا جزء من سياسة النظام وليسوا يعني لا يد لهم في الصراع. نعم بالتأكيد. أيوة. بالتالي هذه الرسالة مهمة جدا، على الأقل إذا ما تم إرسالها للحكومة اليمنية، على الأقل إرسالها للجهة التي تقود التحالف ضد الحوثيين وعلي عبد الله صالح. نعم. وهي المملكة العربية السعودية. بالضبط. يعني هذه إشارة مهمة جدا، شكرا على هذه الإشارة جمال. ونحن أيضا كما ذكرت وأكرر مجددا في صوت المنتدى سنحاول في الأيام القادمة أن نعمل مع كل من هو يعني على الأرض يريد أن يعمل في هذا المجال، ونقدم لهم الدعوة مجددا. نكرر هذا جمال، وعلى أمل أن تمر هذه الأزمة عليهم وعلى الشعب اليمني قريبا وتنجلي. هذا كل ما نستطيع في هذه اللحظة تقديمه على مستوى عكسنا على الأوضاع للاجئين في اليمن. وبهذا ننهي اليوم إضاءتنا على فقرات صوت المنتدى، وأشكر لكم حسن الاستماع، وأشكر لزميلي جمال مرافقتنا في هذا المشوار. جمال، تحية لكم أعزائي المستمعين، والسلام والأمن لليمن وللاجئين الإريتريين في اليمن. شكرا. الغربة ريم رزقي كون وسنين وركر قربته حمد يكون وحدين بالغربة ريم رزقي كون وسنين حسابه يلبي اللي انت تحسبه والكم دروي ينور ولا اقدر اضعبه بحسابه يلبي اللي انت تحسبه وانت ناس
صوت المنتدى. أهمية تنقية المفاهيم وضبطها. الجزء الثاني: الشباب الإريتري وواجب تغيير قواعد اللعبة السياسية. ما هو البديل السياسي الذي ينشده الشعب الإريتري؟ وكيف السبيل لإيجاده؟ وما هو النظام السياسي الذي نقاومه؟ نطرح جملة هذه الأسئلة حتى لا نكرر خطأ تصورنا السابق في أن حريتنا تكمن في طرد الاحتلال الإثيوبي لنفاجأ باستبداد مقيت بثوب وطني. اليوم أيضا لا يتم انتصارنا بتنحية فرد أو مجموعة تنتمي لهوية عرقية أو دينية أو ثقافية بعينها بفرد أو مجموعة من هويات أخرى، بل انتصارنا الحقيقي والدائم في أن تتبنى مقاومتنا محاربة المفهوم والعقلية الاستبدادية متى وأين وجدت، واقتلاعها من جذورها، والإعلاء من قيم الإنسان والحرية كقيم مركزية. وهنا لا غرابة في أن نجد بعض الفئات القليلة من مجتمعنا ترى مصلحتها العاطفية أو المادية المتوهمة أو الحقيقية في النظام الحاكم، وقطاعات أخرى كبيرة مغلوبة على أمرها ترى مصلحتها في سيادة العدل، وإن لم تتمكن بعد من تفعيل دورها الرافض جراء ممارسة العنف الوحشي من النظام الحاكم وسياسات فرق تسد. ومرد عدم تمكنها من ذلك جاء بدرجة أساسية من عجز المقاومة في بلورة صورة البديل الجاذب وإيجاد نموذج ملموس له في حراكها. لهذا على أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير، خاصة فئة الشباب، واجب تغيير قواعد اللعبة بما يمكنهم من صناعة مستقبلهم. ونقطة البدء في ذلك وضع ثوابت تحدد المسارات وتميزها على أساس القيم، لا الجينات والهويات الدينية والإقليمية والإثنية التي أفرزتها سياسات الإقصاء وغياب العدل. فكل تجارب البشر أكدت أن أساس الصراع غياب العدل حتى داخل الأسرة الواحدة، وضرورة تغويض الأسس الفلسفية للهيمنة تحت أي مسمى جاءت، ومحاربة الانفصام وعقد الاضطهاد ونزعة العدوانية، وبحث عوامل الفشل في العوامل الذاتية بدل رميها بكلياتها على الخارج عبر نظرية المؤامرة. على هذا المعيار تتم عملية فرز الأصدقاء والأعداء دون أن تعتريها أي غشاوة فكرية ناجمة عن عواطف مضللة. فالهويات الفرعية وصفة قاتلة للدولة الوطنية تماما كفعل النظام الدكتاتوري، فضلا عن كونها لا تؤمن العدالة والمساواة والديمقراطية لا للوطن ولا للهويات الفرعية ذاتها. فذات النظرة التجزئية تقسم المجزأ إلى فتات، والمعارضة التي تؤكد عبر تشظيها رواية النظام عنها تقدم هدية قيمة لاستمراره، لأنه لا أحد يثق بمعارضة منقسمة. لهذا ورغم قساوة بصمات الاستبداد نجده يجتذب أو يحيد بعض شرائح المجتمع التي تخشى البديل. كلنا يعلم بأن نظام الطاغية قام بتجريف الحياة السياسية في إريتريا، لكن هذا لا يعفي النخب السياسية المعارضة عن مسؤولية إيجاد معارضة تمثل قيادة سياسية واعية لأولوياتها وتتسم بالمصداقية، تصبح بديلا لمشروع النظام القمعي وقادرة لتجميع أطياف واسعة من الإريتريين. المسألة الثانية الاحتياط والحذر، بحيث لا تصبح خلافات الماضي ورواياته المتعددة مهيمنة على الحاضر.
تورثه عقدها ومشاكلها ومسببات إخفاقها واصطفافاتها، وتذوبه في قوالبها غير القابلة للنقد والمحاسبة، فتسلبه إرادة الحركة والتغيير، وتعزله عن منطق العصر، وتدفع به إلى دائرة الانغلاق، لينتج هذا الماضي ذاته مجددا بعناوين تتبدل ولا تتغير، فتنتصر كل مجموعة لشخص تؤلهه مدعية امتلاكها الحقيقة المطلقة، وبهذا تصبح الأمة مقعدة. ومن نافلة القول هنا التذكير بأن لا نهوض لأمة غير قادرة لتجاوز عثرات ماضيها الذي يكبل حاضرها. عادة الأمم لا تسأل سؤال الهوية الوطنية إلا عند المنعطفات الصعبة كالحروب والهزائم والانكسارات، وبعيدا عن نموذج الهوية التي يشكلها النظام الحاكم وأنصاره، يمكننا القول بأن الهوية الوطنية الإريترية واحدة تشكلت على مدى 100 عام خلت، وهي ليست مسألة جامدة أو مكتملة، بل تتأثر بالسياسات المتبعة، فتتعرض لهزات جراء سياسات استعمارية أو محلية استبدادية. والهوية الثقافية المقصودة هنا مجموعة السمات والخصائص التي تنفرد بها الشخصية الإريترية والتي تميزها عن غيرها، ووعاؤها اللغوي هو العربية والتجرينية واللغات الوطنية الأخرى، وتتمثل في الدين والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد والأعراف وغيرها من المكونات الثقافية الإريترية. فالنظام الذي يهين المواطن لا غرو أن يعبث بالهوية الوطنية. وعلى النقيض من السياسات الاستبدادية للنظام علينا العمل بالمنهج العام، وهو أن كل أمة لكي تنهض وتنجز مشروعها عليها أن تكون ذاتها. هذه الهوية الواحدة لا يعيبها كونها متعددة الثقافات، فالإشكالية ليست في تعددها الثقافي، بل في إدارة هذا التعدد وتحويله لثراء بدل توظيفه كآليات إغواء للشعوب وبذرة صراعات. جوهر الهوية الإريترية التي تبلورت عبر الزمن هي الوسطية والنفور عن الغلو والتطرف واحترام الآخر، وهي مستوعبة للتعددية. أولى مهددات هذه الهوية الوطنية هو النظام الدكتاتوري الإقصائي الحاكم ببلادنا، وعدم اتضاح كاف لرؤية بديل متماسك يحل مكانه. هذا الواقع يجعل الشباب الإريتري في مهب الرياح ولقمة سائغة من أي جهة تتاجر بشعارات بائسة يائسة وخطاب حجته بتراء. فأولويات الفعل الشبابي الإمساك بقوة بالهوية الإريترية الجامعة التي تستوعب داخلها هويات فرعية دون أن تتغلب الهويات الفرعية على الهوية الجامعة، ودون سيطرة وقمع الهوية الجماعية للفرعيات، فكلا الحالتين تؤديان إلى الانفجار. التصدي للمفهوم الذي يرى الوحدة الوطنية في الرأي الواحد، فهذه النظرة متعارضة مع أصل الأشياء، وهذا الكون قائم على التعدد والاختلاف. فرغم أن شعبنا عانى الأمرين من هذه النظرة للوحدة، إلا أنها هي السائدة حتى الآن. هذا يستدعي النضال لمحاربة المفهوم الذي ينظر للوحدة من خلال الرأي الواحد أو من خلال محاصصات لا تخوض تحديا مشتركا حقيقيا. فالوحدة تكمن في وعاء التعدد المتوافق على مفهوم الوحدة الوطنية في التنوع والتمايز، في الأطروحات الفكرية والأيديولوجية والثقافية والاختلاف في الرأي والتجارب والخلفيات، وكل ذلك في بوتقة العمل المشترك الحقيقي. المجتمع لا يدخل طور البناء إلا عندما يدور أفراده في فلك الأفكار، فالإرادة الحضارية دوما هي طوعا للأفكار وليست للأشخاص. المجتمع يصاب بمرض عضال عندما يدور في فلك الأفراد، فكاريزما العصر غدت مخاطبة العقل للعواطف. فالاستثمار في عالم الأفكار ومراكز البحوث هي وحدها الكفيلة بفتح آفاق جديدة، لا الحكاوي الملقومة المتوارثة. ثم الاعتماد على الإنسان الإريتري بتوعيته وتنظيمه وتفعيله، فالنظرية لا معنى لها دون إيمان الشعب بها،
هذا الشعب هو الوحيد القادر على التنظيم والعمل لتحويلها لأداة انتصار على دولة الظلم والطغيان. وعلى المثقف الإريتري أن لا يتهرب من دوره التاريخي تحت حجج متعددة، كما أن واجبه ليس التغريد مع السرب ومسايرة أهواء العامة لاكتساب شعبية رخيصة، إنما مهمته تجميع التجارب عن أمته وعن غيرها والبحث فيها واستخلاص المسارات السليمة حتى لا تضل أمته طريقها مجددا. من مجمل هذا الحديث نهدف للإجابة على أهمية خلق بديل ديمقراطي حقيقي، فهو القادر على حمايتنا من أنفسنا ومن بعضنا البعض، لأنه يمنع جمع السلطات في شخص أو مجموعة ويضع القواعد السليمة للسلم والاستقرار والنماء. بقلم محمد علي موسى. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: انقطاع المخصصات المالية لأمهات الشهداء ل4 أشهر متتالية. وزارة الدفاع الإريترية تحصن دفاعاتها بمنطقتي بدا وترونا على الحدود مع إثيوبيا. والطاغية سياس أفورقي يقوم بتنحية مسؤول الورشة الصناعية للحكومة. السلطات في إريتريا تعتقل القسيس إنيو أدراجو بعد عودته من كسلا إلى أرض الوطن. تفاصيل الأخبار. منذ 4 أشهر وأمهات الشهداء يترددن على إدارة الأقاليم في حالة أشبه بالاستجداء في أمل الحصول على مساعدة مالية تعنيهن على مجابهة ضرورات الحياة من أكل وشرب وإيجار منزل. فواقع الحال يشير إلى أن أمهات الشهداء ولأشهر خلت كن يسرن جيئة وذهابا بأجساد منهكة ويرجعن دون أن يحصلن على أي مبلغ مالي. وجراء هذا الوضع تلقت بعض من أمهات الشهداء رسائل من مالكي المنازل بأنهن سيتعرضن لإخلاء مساكنهن لعدم قدرتهن على تسديد الإيجار الشهري. وبالفعل طالت بعضهن هذه المعاملة وتم طردهن من المنازل التي كن يسكن فيها. أما أمهات الشهداء في المدن استلمن كذلك تنبيهات خطية بقطع إمدادات الكهرباء والماء عن المساكن، وبعضهن قد نفذ عليهن ذلك بشكل عملي وقطعت عنهم الماء والكهرباء. ولا تتوقف معاناة أمهات الشهداء على هذا، بل تشمل مسألة الغذاء اليومي، فانقطاع المساعدة المالية المخصصة لهن دام 4 أشهر على التوالي، فأصبحن يعتمدن على الإعاشة على تقاسم لقمة العيش مع الآخرين، علما أن غالبية الشعب الإريتري وجراء انسداد بيئة العمل والإتجار والاستثمار وازديادة سياسات عسكرة المجتمع يعتمد في غالبه على رواتب أبنائه بقوات الدفاع التي بدورها انقطعت عن أغلب أفرادها منذ 4 أشهر. ويتساءل البعض بمرارة أين ذهبت المبالغ المالية التي يجمعها جهاز رعاية أمهات وآباء وأبناء الشهداء، خاصة وأنها جمعت بحيث توضع في البنك وتقدم شهريا لأسر الشهداء. والردود التي تقول بقلة ندرة السيولة في البنك لم تعد تفيد أمهات الشهداء، فهن يعانين الأمرين: فقد الأبناء وانعدام الحياة الكريمة التي استشهدوا من أجلها. يذكر أن إحدى أمهات الشهداء كانت قد أشارت في مقابلة إذاعية أجريت معها في السنوات الأولى من التحرير عقب إبلاغها بنبأ استشهاد أبنائها، قالت: إنني لن أبكي أبنائي اليوم لأنهم استشهدوا ليحيى الوطن للجميع، ولكنني سأبكيهم إذا تحول الوطن الذي استشهدوا من أجله لمصلحة مجموعة قليلة. ينخرط أفراد قوات الدفاع الإريترية بوتيرة مكثفة ومرهقة في تحصين وتعزيز الدفاعات القديمة وتوسيع خنادق جديدة وتقويتها بالأخشاب والأحجار. في الوقت الذي غادر فيه عدد كبير من أفراد قوات الدفاع وحداته عابرا الحدود إلى إثيوبيا في شكل مجموعات وأفراد متذمرين من العبث المستمر الذي تزجهم فيه الحكومة. وقد شملت ظاهرة الانشقاق عن أعمال السخرة والعسكرة أعضاء مؤسسة البحر الأحمر الذين جاءوا إلى مناطق الحدود لحفر الخنادق عبر آلياتهم، إذ أكدت مصادر المنتدى أن عددا منهم قد ترك آليات الحفر متوجها إلى معسكرات اللجوء في إثيوبيا.
وفي محاولة لاحتواء ظاهرة الهروب عقدت القيادة العسكرية بالمنطقة الجنوبية في إريتريا اجتماعات متكررة شرحت فيها أسباب تحصين الدفاعات ليس بهدف الحرب بل للاستعداد للاحتمالات كافة، في حديث مغاير عن التعبئة التي كانت في الاجتماعات السابقة. واستمرت إلى جانب ذلك عمليات خلط الوحدات وتنقلاتها، ولكن تضارب الخطاب والتدابير التي يشهدها الأعضاء على أرض الواقع مجمل كل ذلك دفع العديد من أفراد قوات الدفاع الإريترية إلى عبور الحدود إلى إثيوبيا. وإريتريا في ظل سياسة حكومة الاستبداد تعاني من نفاذ حاد في المواد الضرورية للحياة، فمنذ فترة ليست بالقصيرة أصبح السودان الرئة الوحيدة التي تتنفس فيها إريتريا في ظل نظام الدكتاتور، فكل الحدود مع جيبوتي وإثيوبيا تحولت إلى خنادق للموت وجدر سميكة أعدمت فيها المنافع الحياتية وتبادل المصالح. ومع تراكم سنوات القطيعة أصبحت إريتريا أكثر معاناة من خلال ندرة المواد الأولية الضرورية للإنسان كالحبوب والدواء والوقود والبنزين والزيت، فهذه المواد كانت تصل البلاد عبر التهريب وتباع عبر السوق السوداء، وارتفعت أسعارها بدرجة كبيرة وغدت فوق الاحتمال، فضلا عن صعوبة الحصول عليها حتى في السوق السوداء، وناهيك عن سيارات المواطنين التي توقفت تماما عن العمل حتى سيارات الحكومة التي تعمل في استثمارات المواصلات الشعبية. فالحكومة استولت على البنزين الذي دخل إلى البلاد عن طريق التهريب إلى تسني وصادرته بهدف استخدامه في أولويات أجهزتها الأمنية والعسكرية. وعلى صعيد ذات صلة وثيقة بهذه الأزمة، شددت الحكومة السودانية من مراقبتها لعمليات تهريب البنزين من السودان، حيث تمكنت قوة من الشرطة السودانية لمكافحة التهريب من إيقاف شاحنتين محملتين بالوقود في طريقهما إلى إريتريا. وهذا على الصعيد الإنساني أيضا يقاسي المواطن من انعدام حقيقي للكثير من الأدوية على المستوى الوطني بأكمله، ونتيجة لهذا أصبحت نسبة الوفيات في تزايد مستمر. علمت مصادرنا بأن السيد والدو بايري مسؤول الورشة الصناعية التابعة للحكومة قد تمت تنحيته من مهامه ضمن مسلسل الاعتقالات والإعفاءات التي طالت الأسبوع الماضي مجموعة ضخمة من أفراد أسطول سيارات المواصلات الذي تستثمر فيه الحكومة. ويعرف السيد والدو بأنه اليد اليمنى للرئيس في هذا القطاع، فهذه الورشة الصناعية هامة بالنسبة للحكومة، خاصة إذا علمنا أن البلاد تتحكم في اقتصادياته مؤسسات تسمى بالحكومية، ولكنها في حقيقة الأمر تابعة لإدارة الرئيس الذي يفعل فيها ما شاء. فالسيد والدو قد تم تعيينه من قبل الرئيس وعمل لمدة طويلة في هذا القطاع، وعندما أصبحت سيرة الثراء الفاحش والفساد شائعة بين أفراد الورشة الصناعية قرر الرئيس التضحية به متهما إياه بتسريب أسرار المؤسسة. هذا وقد أشارت مصادرنا بأن الرئيس اعتاد على هكذا مسرحيات لإلهاء الشعب بحصر مفهوم الفساد في هكذا صغائر، بينما الفساد الأكبر يمسك به بنفسه عبر مصادرته إرادة المجتمع، وهو ديدا كل النظم الديكتاتورية التي تمارس قمة الفساد السياسي باحتكارها القرار الوطني وتوهم البسطاء من الشعب بهكذا تدابير. أفادت مصادر المنتدى من إريتريا أن الحكومة اعتقلت في مساء 14 من هذا الشهر القسيس أباغاشي إنيو أدراجو، هذا ويعرف عن السيد أباغاشي خدمته كأب روحي في الكنائس المسيحية المصرية في كل من إريتريا وإثيوبيا والسودان. وكان الأب يقدم خدمات ومساعدات حقيقية بتفان وإخلاص للاجئين الإريتريين والإثيوبيين من خلال زيارته لمعسكرات اللجوء والسجون. وقد اعتقلته السلطات الإريترية بعد عودته إلى إريتريا عقب مشاركته في احتفال ديني في مدينة كسلا، ولم يعرف حتى الآن أسباب اعتقاله، وهي العادة التي درجت عليها سياسات النظام القمعي الحاكم في إريتريا عند اختطافها لأي مواطن، ثم تقوم بنسج رواية بعد اعتقاله تصنعها في مشهد هي فيه الخصم والحكم. هذا ويعرف عن المجموعة الحاكمة في أسمرة ومنذ استيلائها على السلطة في مطلع التسعينات بأنها دائما تقوم باعتقالات واسعة في أوساط رجال الدين الإسلامي والمسيحي دون أي حجج، وتزج بهم في السجون دون محاكمة. ومن أشهر هذه الاعتقالات التي طالت عدد كبير من طلاب وأساتذة المعاهد الدينية في إريتريا في بداية التسعينات، وهم ما يعرفون بمعتقلي 14 من إبريل. صوت المنتدى.
في ختام هذه الساعة أعزائي المستمعين نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما هو مفيد وممتع. لكم تحياتي وتحيات فريق الساعة لهذا اليوم، صلاح الزين، جمال عثمان همد، الأستاذ محمد علي موسى في الأخبار، ولكم تحياتي أنا أمل علي. إلى أن ألقاكم الأسبوع القادم أتمنى لكم عطلة سعيدة وتصبحون على خير.